يا مساء الورد على الأهلاوية. مليون مبروك للمغرب. مليون مبروك للمغرب، مش عشان منتخب المغرب بقى في المربع الذهبي لكأس العالم. المرة دي مليون مبروك للمغرب لأنها استضافت نسخة كأس العالم للأندية 2022. قرار ليه علاقة بالنادي الأهلي. ليه علاقة بالنادي الأهلي لأنه وصيف دوري أبطال أفريقيا اللي هيشارك نادي الوداد في النسخة دي بصفته ممثل للدولة المنظمة. دي لائحة الفيفا، دي لائحة كأس العالم للأندية اللي أقرها الفيفا في الفقرة رقم 4، إن ما يحقش للدولة أو إن دولة تشارك بفرقتين. الكلام ده حصل في 2007 وفي 2008. في 2007 البطولة دي أقيمت في اليابان، بطولة كأس العالم للأندية، شارك فيها اوراوا ريد دايموندز الياباني الفايز ببطولة دوري أبطال آسيا بصفته ممثل للدولة المنظمة. وشارك نادي سبهان أصفهان الإيراني بصفته وصيف دوري أبطال آسيا. في سنة 2008 فاز جنب أوساكا بدوري أبطال آسيا، بطولة برضه بطولة كأس العالم للأندية أقيمت في اليابان. جنب أوساكا فاز ببطولة دوري أبطال آسيا 2008 وشارك بصفته ممثل الدولة المنظمة. شارك نادي أدي لاند يونايتد الأسترالي بصفته وصيف بطولة أبطال آسيا. في لغط حصل ان الناس افتكرت ان ممكن يبقى ليه احقية مشاركة هو اللي فايز بالكونفدرالية عندنا، اللي هي زي بما يماثل دوري الاتحاد الاسيوي. الكلام ده ما حصلش في 2007 و2008، وكان اللي فايز ببطولة 2007 في بطولة الاتحاد الاسيوي نادي شباب الاردن، وفي بطولة 2008 فاز بيها نادي المحرك البحريني، وما شاركوش في كأس العالم للأندية. هنا هنا اللي مأخر القرار عشان الناس برضو ما تحسش ان في حاجة بتحصل، ان القرار ما يخصش الفيفا. الفيفا اختار الدولة المنظمة، اختيار الفرق بترجع للاتحادات القارية. فالطبيعي ان اهو ان الاتحاد الافريقي يبعت خطاب للاتحاد المصري بمشاركة النادي الاهلي في بطولة كأس العالم للأندية، عشان ما حدش بعد كده يجي يخبي لنا خطاب. الموضوع معروف والموضوع مفهوم للكل. مليون مبروك لينا ومساء الورد عليكم.